أهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير في برنامجكم ضرب في المليان. مرتضى منصور الفترة الأخيرة بيطلع يوميا على قناة الزمالك ويفضل يتكلم بالساعات، بس في كلامه بيقول كلام ما ينفعش يعدي بالساهل. عشان كده في حلقتنا هنجيب كلامه ونوثقه في القناة عندنا، وكمان حضراتكم لكم الحق انك تردوا عليه في الكومنتات. علشان كده هنجيب الفيديو مجمع وفي الآخر نرد عليه. هم عندهم تصور ان محمود الخطيب مظلوم وانا اللي عامل توتر في البلد كلها، برغم انا اللي عمال اعمل مبادرات واعمل امد ايدي يمين وشمال. لغايه ما كانت المفاجاه انه بنتكلم عن الماتش بتاع الامارات السوبر. فقعد الساده الموجودين في الاجتماع بقول يعني اولادنا، ومحمود خطيب بيقول انه كان عيان وطلع من فرنسا وبعدين طلع من السعوديه ومن السعوديه على الامارات، فيقول لي انت ممنوع من السفر. الكلمه دي طعنه لغايه دلوقتي هي اللي وقعتني. انا قالوا لي عشان الحكم، انتوا عارفين الحكم طلع ازاي. وانا يا جماعه مش عايز اصطدم بالقضاء. القضاء ده بيتي طبعا، طول عمرك اتربيت فيه طبعا. مش مرتضى منصور اللي هيتكلم كلمه عن القضاء، وعندي المستندات غلبه. كل صفحات الاهلي نزلت خبر مرتضى ممنوع من السفر. احنا فين؟ مين قال لي مين؟ طب انا خدتها طعنه وسكت. هم دول مش ولادك؟ هو ده مش المدير الفني بتاعك؟ هو مش احمد وامير دول برضو ولادك؟ مش عايزين نقع. نفسي اسال محمود الخطيب عمل ايه لمصر على الهوا. حد يقول لي عمل ايه لمصر؟ عايزين تعرفوا انا عملت ايه لمصر؟ بشار مرسي حمار، وبقول له مرسي طهر عيلتك، ابن عمك تاجر مخدرات. كل ده انا اللي بقوله واقف جنب بلد. الوحيد اللي اتكلم عليك في خطاب وقال مزنوق في حرم مزنوقه. محمد مرسي اتكلم عليا انا. الله. والخطيب يوم ضرب دقن. انا ممنوع من السفر ويتنشر في وعايز ولادي يكسبوا في الماتش ازاي؟ المره اللي اتعملت في الامارات غصب عنكم هتلعبوا في الملعب اللي خسرتوا فيه السوبر قبل كده، مع احترامي طبعا للمدينه الفاضله اللي هم كانوا فيها، مدينه العين. مش ده الملعب اللي خسروا فيه؟ مرتين. روح العب هناك عشان تخسر نفسيا قبل ما تبدا. والواد يعقوب السعيدي عمل حمله كامله. جاب مين من الزمالك؟ ما جابش حد، الطياره كلها اهلي. جبت مين يا يعقوب؟ جبت فتحي السند اللي كان في القناه وانا مشيته، ولا محمد سيف اللي مش طايق نفسه بتاع رؤوف جاسر؟ ومش عايزنا نخسر. الطياره نفسها بتاعت اللي طالعه الفي اي بي كله اهلي، مفيش حد من الزمالك خالص في الطياره، كله بس بقول لك اهو كان الاهلي طالع بيلعب فريق اوروبي ما بيلعبش الزمالك. هو في يا جماعه ولادك خلاص. انا سكت، خدت الطعنه وسكت. بتنشر كل صفحاتك ان انا ممنوع من السفر عشان حرامي، عشان خدت من التركي 228 مليون جنيه ما رجعتهمش، والساعات هو فيها بلد. انا عايز راجل يطلع من تحيا مصر يقول لي اهو الفلوس اللي رجعت بيان بيها اهو. طلع البيان. انا خلاص زهقت وقرفت. وصلتوني بقى للمره الثانيه. ليه عايزين مني ايه؟ ان انا اقف جنب بلدي؟ ان انا الوحيد اللي بتكلم عن 11 وكله نايم تحت السرير؟ بتكافئوني وانا اللي عامل التوتر ده؟ انا طلعت اعتذرت لاي حد في من صفحات الزمالك شتم ولا عمل بتاع للاهلي بنعتذر له. الكابتن مصطفى يونس في عز قناه الاهلي بيبارك للاهلي واحنا بنبارك للاهلي. انا اللي عامل توتر؟ مين محمود الخطيب؟ حد يفهمني. وليه طلب واحد؟ عايز امشي. مش عايز امشي عشان انا خايف ولا جبان، عايز امشي عشان لا، محمود الخطيب مسنود وممدوح عباس مسنود، اتنين مسنودين. هي الفلوس هو مالي؟ انا بسأل سيادة القاضي الجليل المحترم. انا مش قلت هنا
ان دايره واحده برسم المستشار محمد سلمان طلعت 32 حكم في نص ساعه ب 42 مليون بقى 72 مليون. يا يتحقق معايا يتحقق معاه، لا يتحقق معايا يا يتحقق معاه. وكل حكم طالع مقدمين الشيك اللي قبض دي الفلوس. نعمل تظلم ما انا ما اعلنتش الا يوم 11. مش عايز اصطدم بالقضاء، عايزه في البرواز الجميل المحترم. هو في يا جماعه محمد رجب، انا اسف يعني بلاش محمد رجب، انت محمد مع علي ماشي في الشارع اتحكم عليه بالاعدام، حكمه اعدام. ليه؟ عشان قتل سيد، فسيد صاحي. اصدق الواقع ولا اصدق حكم الاعدام؟ لا الواقع. هو في يا جماعه تاني اصدق الواقع انه عايش اهو قدامي ولا اصدق القاضي الجليل بحكمه انه قتله؟ ما عايش اهو قدامي. اصدق الاحكام ولا اصدق انه خد فلوسه 4 مرات؟ دي دولة قانون. ما انا ممكن اقول ما يتحرق العمال على الموظفين على النادي على الجماهير على الدنيا على انا مالي، سهل. انما ازاي يتحرقوا؟ ازاي؟ ربنا يسألني يوم القيامة انت توليت المكان ده كلكم راعي. عملت فيه ايه يا فندم؟ مع الاخ تركي الشيخ اداني 151 مليون ليه؟ عشان صاحبي وحبيبي واخويا، خدتهم لنفسي. لا انا اديتهم للنادي. طيب منصور البلوي اداني 2 مليون جنيه ليه؟ انا اديتهم للنادي. طب انا ساعات بالهبل هدايا، لا عربيات. بقول تاني هقول اول مره عربيات هدايا، لا مش انا. هو انتوا شريف بتعملوه كده؟ واللي خد الفلوس ونهبها بطبطبوا عليه وانا اللي عامل توتر في البلد؟ فاسد بطعنه. لا لازم نفوق. مين الاتنين دول؟ مين الاتنين دول؟ ما تفهمونا. ومين اللي سندهم؟ لا احنا وصلنا هنا. هو في ايه يا بلد؟ هذا طبيعي. لعيبه مسافره محضرين لهم من نفس الملعب اللي خسروا فيه قبل كده، وده بيقول لك تشاؤم. في تفاؤل تشاؤم. طب ما هو ونفس الفندق واخد بالك. ويعقوب السعدي عامل هناك حاجه زباله، يعني زباله. وانت عارف ليه زباله؟ وانا سامع بقول لا انا مش هقعد امد ايدي وانت عمال تديني على قفايا. لا خلاص القصه انتهت. واللي مش عاجبه يشرب من البحر. انتهت. هقعد احترمك وانت تهزاني؟ مفيش مشكله. يعني القصه انتهت. دوروا على اللي بيولع البلد مش احنا. دوروا عليه. الاماراتي حبطور شيخ خلف حبطور. الاخ محمود الخطيب عن طريق خالد اقلب هنا. انا بقيت هنا. ف هذا الراجل مؤدب. لما انا استقبلته او هو استقبلني، لان الواد الكلب ابن الكلب اللي اسمه معتز مطر زباله، اللي عمل فيديو شتم الراجل وقال عليه ده مع اسرائيل واستقبل جيجولوه. فانا قعدت اسال جيجولو دي يعني ايه؟ قالوا لي ده الشاب الصغير كده الوسيم اللي زيك، هو صغير لما بيعرف واحده اسمها شاديه زي امه كده وبتصرف عليه واخد بالك علشان هي بتحب الشبان الصغيرين. ده عرفت ده الجيجولو. فقلت خلاص امك وليها فتانه وقالت لك مش مشكله. ايام كان عندي كام سنه؟ 14 سنه. 14 سنه. ده اللي فهمته جيجولو. فامك فتانه، شاديه فتانه، يا وسخ يا قذر. خلاص اهو لانه مؤدب. اتفضل يا باشا. بعت لي الرساله دي اهو الصبح. راجل حاجه محترمه.
صفحات الاهلي ايه بقى؟ هيعملوا لهم استادات. طب واسرائيل؟ مش مشكله، هيعملوا مدينه. طب واسرائيل؟ يبقى حبايبتنا كده، ربنا يولع فيهم في نتنياهو ويجي له شلل رباعي رعاشي ومش هو هينجحوه خلاص. وحياة امك يا نتنياهو هتشوف يوم اسود، وهتشوف اللي حصل للراجل المجنون ده شارون، كان اسمه شارون خلاص، اللي كان 4 سنين غيبوبه، الدبانه تيجي قدام وشه كده مش عارف ينشها. بعت لي الرساله دي. صباح الخير سعادة المستشار مرتضى منصور، تشرفنا بابنك احمد المحترم وفرحنا بوجودهم في بلدكم دبي الامارات. للعلم لقد زارني هذا الصباح كابتن محمود الخطيب، وكعادتنا نحن العرب نستقبل الضيف بتقدير واحترام. تحياتي للعائله الكريمه ولكم سعاده المستشار. ايه رايك يا خطيب؟ ايه رايك يا جمهور الاهلي اللي هايص؟ خلف الحبطور استقبله ما استقبلش مرتضى. ده بمجرد ما استقبله الراجل لانه مؤدب ومتربي وعشان ما افهمش غلط بعت لي الرساله دي. جهزت يا ابني الواد الكلب ابن الكلب اللي اسمه معتز مطر؟ لا ده في باريس، لا ده في السعوديه عشان كاس العالم مع صاحبه وحبيبه، لا ده مع مش عارف مين في الامارات. عرفنا وريتك الشتيمه خلاص، الهدنه خلصت. وريتك تقدر تقول الشتيمه دي؟ لا طبعا ما اقدرش، قله ادب وسفاله. ولا فتنا هنوقع نادي من الانديه الشعبيه. والمصري ربنا يوفقهم اللي اتشتموا امبارح في ماتش السويس في الداخليه في السويس. ها جمهور بورسعيد اللي اتشتم ما كانش طرف. ايوه اتشتم. انا اللي عامل توتر 155 مليون جنيه. مش عايزين نمشي؟ عايزينها تخرب تاني؟ اخربوها عشان خايفين من عباس والخطيب. اهو مليون 679 984 مليون. لازم امشي، ولازم اتمنع من السفر، ولازم اخد حبس شهر مع النفاذ. وقانون الاجراءات 28 229 بتقول بمجرد ما تقدم العريضه بتاع التنازع يتوقف، لا ما يتوقفش وتتمنع من السفر. هو في يا جماعه؟ طب محمد عثمان محامي الخطيب اللي قال عليا انا شاذ، انا ايقاف تنفيذ يا باشا، ايقاف تنفيذ، لكن انت تنفذ. جاهز يا ابني الحاجات دي؟ وليه جاهز؟ قول لي ليه جاهز؟ قول لي، ولا انتوا خايفين تطلعوا الحاجات دي ولا ايه؟ لو خايفين نقفل الحلقه ونروح، بس لازم تمشي عشان انت مزعل محمود الخطيب بيبو الاسطوره، ولغايه دلوقتي ما اعتذرتلوش. نعم ده انا اتشتمت، ومراتي الحاجه المحترمه الحاجه 4 مرات اتشتمت، واميره الحاجه 4 5 مرات اتشتمت، واحمد اتشتم، والنادي بتاعي اتشتم. اتمسح بكرامتنا الارض. بس هو بيبو، ما هو ما بيقولش هو. الله، هات لي صور يا ابني كده مع العيال اللي بتشتم. طب ما انا كنت ممكن اطلع المطار واتمنع رسمي وتبقى فضيحه عالميه واسحب بقى لعيبتي ما تسافرش، مظبوط؟ انما انا خايف على البلد، هو مش خايف عليها. يعني انا بلعت سيادتك بتقول لي ده لرئيس الجمهوريه، ما هو لازم رئيس الجمهوريه يتدخل. ما هو الموضوع بقى اكبر من كل دول، عايز رئيس جمهوريه. وعايز اعرف مين اللي بيوصل لبعض الاجهزه المحترمه ان انا عامل احتقان. افتكرت الكلمه، انا اللي عامل احتقان في الشارع الرياضي. انا اللي عامل احتقان يا باشا. طب انا بعيد بقى عن الاحتقان. انا اللي منع الموظفين عمال ينزلوا الشارع، انا اللي منع الجماهير تنزل، انا اللي عامل احتقان، انا اللي حرقت اتحاد الكوره، انا اللي حرقت نادي الشرطه، انا اللي سرقت الكؤوس، انا اللي عملت كارثه في بورسعيد. كل ده انا اللي عامل احتقان. بصراحه حاجه تقرف. ولا روح اعمل بقى اعتذر لمحمود اعتذر
ده ناخد اعدام. طب ليه؟ عشان طلعت انا متجوز من واحده اسمها هاله. ها؟ ما هم كلهم اصحابي عارفين انا متجوز مين. من 74 من يوم ما اتخرجت وكيل نيابه. ربنا يخليها لك. وجبت لها محلل عشان طلقيه في سفاله كده. ودخلنا لقينا الصور زكريا قال يا وسخ اسالوا نسوانكم يا كلاب مين مرتضى منصور. انا اللي اعتذر؟ ده احنا في حاله فوضى. سياده الرئيس من فضلك اتدخل زي ما الناس بتبعت لي. لا محتاجين رئيس الجمهوريه. سيادتك اتدخل. ولو انا غلطان عايز اتحاسب تاني وتالت ورابع. بقول لي سيادتك في 2 محمين في مصر، محمود الخطيب وممدوح عباس. محدش قادر ناحيته. معالي رئيس الجمهوريه انا مقدم 186 بلاغ تقريبا ضد محمود الخطيب، مفيش ولا بلاغ اتحقق فيه، كله اتحفظ. معالي الرئيس في بلاغ متقدم للسيد تركي الشيخ وراجل وزير ضد محمود الخطيب 228 مليون جنيه اتسالت الرقابه الاداريه، جهاز مركزي محاسبات، كسب غير المشروع، وزاره الشباب. محمود الخطيب اتحفظ البلاغ من غير ما يتسال محمود الخطيب حتى في اسم الشغل. اعمل ايه؟ هو في ايه؟ ما تفهمونا في ايه؟ سياده الرئيس بخاطبك انت. ما هو بعد ما وقعت المره دي العيا ده بقى، لا انا مش مستني لغايه ما اموت عشان الظلم اللي في البلد. اقسم بالله ان محمود الخطيب لم يسأل حتى في محضر الشرطه. تخيل. واتحفظ البلاغ. اول حاجة حضرتك بتقول انك اخدت الضربة يعني كطعنة لما قالوا لك انك ممنوع من السفر. ازاي حضرتك كمؤلف قانون يعني زي ما انت بتقول، مع ان مفيش حاجة اسمها القانون بيتألف، لكن ازاي يعني انطعنت؟ ما انت المفروض واخد حكم بالشهر، فطبيعي تكون ممنوع من السفر. يعني حاجة بديهية، حاجة بديهية. اي محامي محترم اكيد عنده فكرة عنها. دي اول حاجة. الحاجة التانية بتقول لا مساس باحكام القضاء ومش عايز اتكلم بالقضاء مع انك عندك المستندات. طب ازاي يعني؟ ازاي حضرتك في جملة واحدة بتأكد ان القضاء يعني ما ينفعش ان احنا نعلق على احكامه؟ ودي حاجة طبعا كبرنا وتربينا عليها، يعني ده شيء مسلم بيه، وانت بتقول معاك المستندات، فازاي؟ ازاي ده الكلام شكله هيحلو. الحاجة التالتة سيادتك بتقول ان منعك من السفر اثر على نفسية الولاد علشان كده انهزم، والملعب نفس الملعب اللي انهزموا عليه قبل كده. مش ده برضو يشبه كلام الفانيلا الزرقاء والتيشيرت الازرق وما ينفعش نلعب بالابيض؟ يعني ايه وجودك او عدم وجودك اثر على الفرقة؟ هو انت بتلعب معاهم في الملعب؟ ثانيا وابن حضرتك كان معاهم، يعني ما نعقل الكلام بقى عشان العمليه شكلنا هنخش في الغويط. وبتقول انهم اجبروهم يلعبوا في نفس الملعب. طب ما عادي يعني مثلا لو شلت 6 مره في استاد القاهره مش هينفع تلعب فيه تاني عشان ما تشيلش 6 تانية او 5 تانية؟ مش منطق. نخش بقى على الحاجه الرابعه. بتطالب حد من صندوق تحيا مصر يطلع يتكلم على الساعات ويتكلم على الفلوس. مش الراجل المحترم طلع يتكلم قبل كده وطلعت سيادتك غلطت فيه وشتمته؟ ولا يجيبوا لك مين تاني؟ المتحدث الرسمي باسم الصندوق طلع يتكلم. طب هنجيبوا لك مين تاني يطلع يتكلم عشان تشتمه زي ما شتمته قبل كده؟ وعمال تتكلم على 11/11. انت عمال تعمل لها دعاية. يعني كتير من الناس طلع لك كابتن ابراهيم سعيد يقول لك انا معرفتش 11/11 الا من خلالك، وكل شوية تطلع تجيب الساعات. طب ما الأستاذ خالد الأتريبي بقاله شهر مصدعنا على قناته، وكل بداية أول حلقة يسألك سؤال: فين الفلوس للتبرعات اللي جات لك من تركي آل الشيخ أو المستشار تركي آل الشيخ؟ ما يعني زي ما أنت بتسأل في ناس تانية بتسأل، بس الحقيقة إن في جهة طلعت اتكلمت وقالت إن الساعات رجعت تاني والفلوس رجعت تاني والأهلي سلم كل الحاجات ديت. الحاجة السادسة كل شوية عمال تقول عايز امشي. ما تمشي يا عم، ما تقدم استقالتك وتمشي. الموضوع ابسط مما تتخيل، لكن عايزة نفضل ماسكين فيك ونقول النبي ما تمشي. لا يعني اللي عايز يمشي يمشي، الباب مفتوح. واكيد يعني نادي الزمالك نادي كبير وفي كذا بوابة تمشي من اي مكان فيهم، واكيد في كذا حد ممكن يترشح تاني ونفضل في الدوامة بتاعت نادي الزمالك. فيعني الموضوع ابسط من كده.
وعمال تقول كابتن محمود الخطيب مسنود والاستاذ ممدوح عباس مسنود. طب عشان ايه يعني؟ طب ما سيادتك واخد حكم شهر مع التنفيذ وما اتحبستش لحد دلوقتي. فلو ده المنطق بتاعك فافتح بقى الكوس وحط فيه اسمك، يبقى كمان بقى انت كمان مسنود، ونخش في نقطة مش حابين نخشها خالص. الحاجة السابعة، حضرتك بتتكلم عن اشخاص ادولك فلوس عشان صحابك وحبايبك. طب ازاي يعني؟ اللي ادالك 2 مليون قالك ده ليك انت، والمستشار تركي آل الشيخ 100 وكم مليون، ده غير العربيات، والعربيات اول مرة تصرح بيها، معنى كان فيها هدايا ما طلعتش للاعلام. ويا عالم بقى، بس انت اكيد معاك ورق وبتطلع كل يوم على قناة الزمالك. طب انت واخد تبرعات وواخد هدايا وبتقول انك اتبرعت بيها لنادي الزمالك، وبتلوم على كابتن الخطيب او على ادارة النادي الاهلي انهم خدوا هدايا او تبرعات للنادي وسلموها لتحيا مصر. طب انت ما سلمتش اصلا حاجة لتحيا مصر، وبتقول انك حطيتها في النادي، لكن هم حطوها في النادي وبعد كده سحبوها ادوها لتحيا مصر. غريبة الناس يعني، بتلوم عليهم في حاجة وهم اصلا يعني خلصوا منها ورجعوها لصندوق تحيا مصر، وانت معاك نفس الحاجة بس بتقول انك حطيتها في النادي. الحاجة التامنة، بتتكلم على الاخ الاماراتي اللي بعت لك رسالة ان هو استقبل كابتن محمود الخطيب، وبعت لك بيها رسالة عشان بتقول انت عشان ما فهمش غلط. ليه يا باشا؟ يعني هو في حاجة مثلا مظبطينها مع بعض او اتفاق بينكم عشان ما تفهمش غلط؟ ثانيا يعني الموضوع غريب والله العظيم. يعني الشخص بعد ما كابتن محمود الخطيب، واللي طبعا الاستاذ خلف الحطور لي كل احترام، بعد ما كابتن بيبو مشي من عنده قال لك الحق تليفوني بسرعه ابعت رساله لسياده المستشار عشان ما يفهمش غلط، وجي بعتها له. اضحكوا وسيبوا الناس تضحك. بتتكلم على ماتش الاهلي والداخليه وبتقول الجمهور عمل فتنه وشتم بورسعيد او جمهور البورسعيدي. طب يعني ما جبتش الفيديو ليه؟ يعني ما احنا كنا بنسمع الماتش وما شفناش اي اساءة ولا اي شتيمة. انت عمال تطلع وتقول حاجات وتسخن الدنيا وتدخل الجماهير في بعض. كمان شوية هتقول الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلية ليه؟ يا ريس يا سيادة المستشار، يعني انت بتسأل مين اللي بيعمل الفتنة وانت دلوقتي لسه بتقول حاجات ما حصلتش. اعتقد برضو ده بيعمل فتنة. رقم 10 بقى، سيادتك طالع بتقول انه بيقولوا انك اتجوزت وجبت محلل. دي حاجات احنا ملناش دعوة بيها، اللي يتقال يتحاسب. لكن طالع تقول اسطول زكريا واسألوا نسوانكم. يعني رجالة مين هتسأل نسوان مين؟ وبتقول حاجة تقرف. بس اعتقد يعني كل اللي احنا سمعناه وبالذات الجزء الاخير هو ده القرف بعينه. يعني سيادتك بدونك محترم، وانا بقولش عكس كده. الفيديوهات اللي بتقول كل حاجة بس بتقول يعني ان انت فوق الحاجات دي كلها روحوا اسألوا نسوانكم. فانت كده قذفت ناس تانية. فانت طالع بتعاني ان ناس قالت عليك حاجات بتقول انها ما حصلتش، بس انت في نفس الوقت بتتهمهم بحاجات واكيد برضه ما حصلتش، ونخش في دايرة ربنا لوحده اعلم بيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الاول او الجزء الاول. يعني ان شاء الله بعدين في حلقة تانية تجميع برضو لبعض الفيديوهات للمستشار مرتضى منصور وكلامه، اللي اكيد هيكون فاصل في حاجات كتيرة جدا. وزي ما تعودنا منكم الدعم، اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونخليه الكل علشان دايما يوصل لكم كل فيديوهات ضرب في المليان. وبوعدكم الحلقة الجاية هتكون اقوى من الحلقة دي. اشوفكم على خير. تحياتي لحضراتكم.